بعد نحمد الله ونشكره في النهاية، وفضل رب العالمين يمكن فزنا بالمباراة، ولكن أنا أعتقد الأمور صعبة، لأن أعتقد الظروف بالجزائر جدا مختلفة، وفريق محترم، وأعتقد يعني فريق كبير وقدم مستوى كبير للفريق الجزائري، ودعواتكم لنا إن شاء الله أن تيسر الأمور بالجزائر. الإعلام السعودي فهد الجلعودي وابو سيف اليوم بالكويت بنادي الكويت، ما شاء الله على وجهك الخير اليوم 1-0 الكويت. الحمد لله الحمد لله. وجهك خير وبركه اليوم. الله يبارك فيك. لا والله الشباب والفريق والله دعينا لهم ويستاهلون الدعاء، واليوم على اعصابنا والحمد لله نتيجه يعني فوز احسن يعني من التعادل فباذن الله ان هذه المباراه انا اتوقع ان مباراه الاياب راح تكون افضل من الذهاب بالنسبه للفريق نادي الكويت. الفريق الجزائري شفناه فريق قوي، لكن الكويت الحمد استطاع تسجيل اليوم هدف ويعني وضاعت بعض الفرص، ولكن انا توقعاتي باذن الله مباراه الاياب ان شاء الله يحسمها نادي الكويت ويجيب النتيجه من الجزائر باذن الله. ان شاء الله القادم اجمل ابو سيف باذن الله ومشكورين على التغطيه. اذا صارت مباراه الهلال والكويت ايه وين تكون؟ كلهم عينين في راس، كلهم عينين في راس، وقالها الاستاذ خالد الغانم كلهم عينين في راس، وعسى الله يوفقهم وهم ابطال في بلادهم. الله يبارك فيك يا الغالي، الله يطول عمرك. مبارك اللي نشوفك الله يبارك في الكويت. الله هذه ديرتي يا الله يطول عمرك يا غالي. نتمنى ان شاء الله الفوز للعميد، وان شاء الله البطوله الدور التمهيدي هذا قوي، ونتمنى انه يتاهل مع الفرق الكبار مثل الهلال والنصر والاهلي والزمالك. ورساله موجهه للجهاز الفني والسيد ابو محمد خالد الغانم، نتمنى ان يجيبون لنا ارتكاز صح للبطوله ان شاء الله. اذا صعدنا راح نواجه فرق كبار، نتمنى التاهل. الارتكاز لازم يكون في ارتكاز قوي ووسط وهجوم، الله يعطيهم العافيه الموجودين بيكفون ويوفون، لكن نتمنى الرساله توصلكم، البطوله قويه اذا صعدنا، نبي ارتكاز قوي ووسط وهجوم قوي، وقواكم الله على اللقاء.